موقف أول مرة أتعرض له في حياتي. وقتها جسمي كان بيترعش وقلبي كان بيدق والخوف كان هيموتني. بس لما حضرتك وصلت جسمي توقف عن رعشة الخوف اللي كان فيها، وقلبي بقى ثابت وقوي. حسيت إن جبل جه جنبي وسندني، وده كله قبل ما حضرتك تعرف إني بريئة. انت يا نورهان، ربنا بعتك ليا في وقت كانت خلاص حياتي ابتدت تملكها اليأس. معرفش ليه وايه السر اللي بيخليني استمد قوتي منك. معقول يا حسام بيه؟ مني أنا؟ والله ما بكدب عليك يا بنتي. طب هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ اتفضلي. هو إيه يا حسام بيه اللي مخليك موجوع مقهور وعينيك جواها حزن السنين؟ دي حكاية طويلة يا نورهان، حكاية بدأت من 20 سنة، وأنا أفضل إنك ما تسمعيهاش، عشان لو سمعتيها هتشوفي حسام بيه اللي قاعد قدامك ده الشيطان. أنا مش هلح عليك إنك تقولي السبب. خايفة أعرف سبب وجعك وما أقدرش أساعدك. وقتها هزعل قوي وهحس إني مقصرة من ناحيتك. طب بلاش نتكلم في الوجع وفي الجروح، أنا قاعد معاكي عشان أنسى. يا ابني بالراحة عشان تزور. انت تعبان وما فيكش حيل تبلع. ده تمام، ده كويس. يعني ايه؟ زعلت مني والله. أنا قمت من النوم ملقتش حاجة أكلها. لو اتصلت بيك قلت لك هات لي الصواب كنت هتتعود عليا، فأنا قلت أعمل عليك الفيلم ده. يا اخي الدنيا جميلة أوي يا نورهان، بس إحنا اللي بنضيع حلاوتها بإيدينا. أنا بقى عكسك يا حسام بيه. من يوم ما اتولدت على وش الدنيا عمري ما شفتها جميلة، لأنها ظلمتني كتير. مش الدنيا اللي بتظلم يا بنتي، ده البشر هم اللي بيقسوا على بعض وبيظلموا نفسهم. لو كان البشر هما اللي بيظلموا يبقى هو ظلمني، وده ما يهمنيش لأني ما بحبوش ولا عايزة أعرفه. لكن أنا الدنيا هي اللي ظلمتني لما أمي ماتت وسابتني لوحدي. أمك ماتت؟ أقصد يعني إن أنا خايفة إن هي تموت وإن هي وإنها تسيبني في الدنيا لوحدي. ربنا يبارك لك فيها ويخليها لك. فراق الحبايب صعب، بس ربنا بيربط على قلوبنا، وده اللي مخليني صابر على فراق أغلى الحبايب عندي. قومي بينا عشان أوصلك، لأني نازل الصعيد وهاجي الصبح على الشغل، وبكده الأجازة خلصت. يعني بكرة من الساعة 8 تكوني في الشركة. لو كسلتي ولا اتأخرتي هزعل منك. وديت الشهرية بتاعت أم محمود يا رضوان؟ وديتها يا حسام بيه، وقعدت تدعي لك دعاء يشرح القلب. ربنا يخليك للغلابه يا حسام بيه. الغلابة ليهم رب يا رضوان، اللي احنا بنعمله لينا احنا، والدعوة اللي عايزينها منهم إن ربنا يتقبل منينا. يا نورهان يا بنتي، الدكتور لسه بدري على ميعاده 3 ساعات بحاله، نزلتينا بدري ليه كده؟ ما هو انت يا ماما لازم تتمشي وتشمي هوا. بقالك شهر ما خرجتيش من البيت والقعدة هتتعبك أكتر. هو انت شايفاني حمل ماشي يا نورهان؟ يا ماما انت لسه صغيرة، ده أنا ساعات بحس إن انت أصغر مني. في إيه بقى؟ يا حبيبتي، الموت علينا حق، والإنسان لما بيقرب يموت بيبقى حاسس إن أيامه قربت. أخويا سليم الله يسامحه ظلمني وظلمك، وديني هموت واسيبك في الدنيا وحيدة من غير حتى فلوس تسندك.
يا ماما والنبي بلاش الكلام اللي يزعلني ده. حبيبتي، الموت هو الحقيقة الوحيدة اللي ما نقدرش نهرب منها. اسمعيني وما تزعلنيش. عبد التواب بيه راجل أصيل، كان بيعز أمك وبيعزك وياما ساعدكم. لو الزمن جرى عليكي روحيله، هو مش هيتأخر أبدا وهيقف جنبك وهيساعدك في أي حاجة تحتاجيها منه. انا عارفه يا ماما ان الراجل ده اصيل. اول ما شفته في الشركه كان نفسي اصرخ اقول له انا جميله، انا البنت الصغيره اللي ساعدتها هي وامها، بس خفت على شكلي الاجتماعي في الشركه. يا حبيبتي، انت مالكيش أي ذنب في الظروف اللي اتوجدتي بيها في الدنيا. الذنب ذنب أبوكي، ربنا ينتقم منه. معلش يا حسام بيه، اتأخرت عليك. ومعلش ليه؟ انت في اجازه يا عاطف وانا بعت لك، يعني من حقك تجيني او ما تجينيش. الكلام اللي بتقوله ده يا حسام بيه، اجازه ولا مش اجازه؟ انا رهن اشاره منك. يا جماعه انتوا بتتعاملوا معايا ليه كاني مشتريكم؟ لا والله يا حسام بيه، احنا بنتعامل معاك على قد محبتك لينا، والحب ما ينفعش يتقابل غير بالحب. ربنا يبارك فيكم. المهم احنا بكره عايزين ننزل القاهره بعد الفجر على طول عشان الجو حرر وانا ما بقتش مستحمل. طب قولي لي يا ماما، هو ممكن عبد التواب بيه تكون ماما قالت له اي حاجه عن بابا؟ اللي أنا عرفته من أمك إن أبوكي صعيدي، والصعايدة التعامل معاهم صعب، فخليكي بعيد أحسن يا نوران. بالعكس يا ماما، انا كنت اسمع كلام كتير قوي عن الصعايده، بس لما اشتغلت مع حسام بيه وتعرفت عليه لقيت ان كلام كتير قوي من اللي بيتقال عنهم مش مظبوط. اللي أمك قالتهولي إن أبوكي رفض يعترف بيكي وإنتي في بطنها واتهمها بالخيانة. وانا عشت مع ماما الله يرحمها، ورغم اني كنت طفله بس حافظه كل كلامها ليا، حافظه ملامحها وعزه نفسها. فمش معقول يا ماما نبيله واحده زي امي تكون خالت جوزها وخلفتني من حرام. نفسي اشوفه واقول له ليه عملت كده، نفسي ارد كرامه امي عشان لما اروح اقف على قبرها تكون فخوره بيا. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نهار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.